الحياة فيها تحديات كبيرة. هذا المقطع ما يبغى له ترجمة، لأنه يعكس تحدي يمر على كثير من الناس، خاصة الأقوياء. ممكن يسقط في حفرة ويجد من الصعوبة أنه يخرج، وممكن ييأس. يا ترى كيف حيخرج هذا الحصان، الخيل، الفرس من هذا المكان من غير خسائر كبيرة؟ هنا يجي التفكير، الإبداع، يجي البحث عن الحل في مكان ما توجد فيه أدوات، ما في هليكوبتر، ما في طائرة. هذا الرجل اكتشف الحل، فكرة عبقرية. يا ترى تفكروا بسرعة معايا كيف ممكن يخرجوا هذا الخيل، هذا الحصان من هذا المكان؟ كيف ممكن يخرجوا هذا الخيل، هذا الحصان من هذا المكان، من هذه الحفرة؟ كثير مننا ممكن يقع في هذه الحفرة. شاركونا الحل. نعم، هنا الحل: الأخوة، الصحبة، الرفقة، من غير ما يقدموا لنا شيء، بس يكونوا حوالينا، يسمعونا، يعطونا طاقة، يعطونا أمل. أنت لوحدك. الحي يحييك. المؤمن قوي بإخوان، ضعيف بنفسه. شايفين كيف؟ ما في أي كلام تحتاج تقوله، ما تحتاج تعبر، فقط شوف المقطع، تخيل نفسك مريت بهذه التجربة، كيف يا ترى حتقدر تخرج من الأزمة بوجود أخوانك. الخيل وصلت الرسالة، ما أنت لوحدك. الخيل وصلت الرسالة، أنت مع أخوانك. الحوار من غير كلمات، المشاعر وصلت. قوة، هذه القوة ندور عليها. يا الله يا الله، فعلا ما نجد إلا الصمت، ما نجد إلا التأمل في هذا الحدث. كيف هذا البطل قرر أنه يخرج من الأزمة اللي هو فيها لمجرد أنه وجد الصحبة، الأخوة. نحن نحتاج نعيش هذا الشعور على طول، نحتاج نعيش مع أخوان، مع أصدقاء يعطونا الثقة إنه نقدر نكمل المشوار مع بعض. حتى لو قمت وانت مكسور حتواصل، قوم لا توقف. يا ترى الرسالة وصلت؟ لازم نواصل، بس تأكد إنك ما أنت لوحدك. لكل مؤمن شرة وفترة، مرحلة فتور، مرحلة حماس.